تصدق وتؤمن بالله، انت ما هتعتب تشكيلتي لاخر الموسم بسبب اللي حصل ده. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه تريبل كابتن تطلع لي بالنتائج دي؟ يا شيخ حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، تطلع لي التريبل كابتن على 6 نقط. ده لو واحد معدي في الشارع بصل واحد صاحبه جابها جون هيجيب لي نقط اعلى من اللي انت جبتها ده. ايه ده؟ ايه ده؟ فهمني ايه ده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدي نوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم في حلقه جديده عن فانتازي البريمير ليج وهنعمل ايه الجوله الجايه. فيلا بينا كده نشوف هنقول ايه. طبعا من المقدمه باين اللي حصل الجوله دي. البي انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان انا بنسبه كبيره بفكر في التريبل كابتن. للاسف عملت التريبل كابتن على هالاند. الباشا طلع ب6 نقط بس، مضيع كميه فرص في كورتين مضيعهم من ال6 ياردة. كورتين تاني ضيعهم، كرة انفراد في الاخر من فودن اللي ضيعها برضه. فيعني انا مش عارف اعمل. ضيع لي التريبل كابتن في جوله كان ممكن عادي جدا يطلع بسوبر هاتريك. زي ما انتم ما شايفين انا الجوله دي جبت 64 نقطه، عملت التريبل كابتن على هالاند. كنت بادئ الجوله مليون و600 الف، زدت 200 الف بس بقيت مليون و400. طبعا بالنسبه لاني عامل تريبل كابتن دي ما تبقاش يعني ما تتحسبش زياده خالص. يا ريتني عملتها عن بيوم ولا نسيت اشيل يا عم. انت السبب. انا صياحي من هنا للاخر الموسم هيبقى بسبب كده. يا ريتني عملتها على بيوم ولا عملتها على اي نيله ولا. يا ريتني كنت نسيت، كنت صحيت متاخر بعد الديدلاين وما عملتهاش اصلا. ما تريبل كابتن ضاعت، يعني حاجه بنستناها من الموسم للموسم ضاعت بسبب ده. يعني انا هعمل ايه؟ ما انت برضه انت لو مكاني المفروض هتعمل زيي. اللي عمل التريبل كابتن ما غلطتش في اي حاجه. فخلونا بقى كده نخش في الحلقه ونشوف هنقول ايه. اول حاجه بقى عايز اتكلم عليها الدفاع. الدفاع، وهتكلم الاول على ناس يعني احنا بقى مفروض اللي عنده حد من الناس دي يفكر جدا ان هو يبيعهم من الجوله دي. يعني مش من الجوله الجايه، كمان من الجوله دي من دلوقتي. روح بيعهم لانهم مش مكفين سعرهم خالص. وكلامي هنا عن كل الفئه السعريه الكبيره. جابرييل، ارنولد وبيدرو بورو. جابرييل غالبا مصاب، ممكن ماتش ارسنال هيبقى اول ماتش في الجوله فهنشوف التسريبات هتقول ايه، بس هو غالبا مصاب مش هيلعب. فجابرييل يتباع. ارنولد صابرين عليه من اول الموسم، 7 مليون اغلى لاعب في اللعبه. المفروض ان هو يكفي سعره ده. بس للاسف شكله مع ايرن سلوت ما بيزيدش كتير، مش زي اللي كان بيعمله مع يورجن كلوب. فارنولد لو في تشكيلتك فكر جدا ان انت تبيعه. لان احنا لو جبنا حد ب4.5 هيجيب نفس الكلين شيت اللي بيجيبه او هيجيب نفس النقطتين. فاحنا مش مستفيدين بحاجه. جابرييل زي ما قلنا هو اللي بيجيب اجوان وبيعمل، بس هو للاسف شكله اتصاب. غير كده ماتشات ارسنال الجايه صعبه، هو ماتشاتها صعبه ولسه صعبه، هيلعبوا تشيلسي ونيوكاسل باي. تاني واحد هو بيدرو بورو كنا اتكلمنا ان هو اللاعب اللي هيخش تشكيلتك وتنساه بقى لاخر الموسم. بس من بعد 4 5 جولات ما شفناش بيدرو بورو اللي كان بيزيد وبيدخل ال 18 مع سولانكي، ما شفناهوش تاني. خصوصا بعد خطة انجي الجديدة اللي هي 4-1-4-1 دي، انت بقى عندك اصلا 5 في الهجوم فمش محتاج بيدرو بورو يزيد. فبيدرو بورو برضو من اللعيبة اللي اول جولة جاب جون، تاني جولة جاب كلين شيت، بعد كده خلاص 2-1 2-1 مش عارف ايه. فما بيعملش من اول جولة. فالتلاتة دول لو عندك فكر ان انت تبيعهم لان مش مكفيين سعرهم. اي حد ب4.5 هيعمل اللي هم بيعملوه. نفكر في مين؟ زي ما قلنا الحلقة اللي قبل اللي فاتت، مايكولينكو عامل شغل كويس من ساعتها، جاب 2 كلين شيت. وايت نوري هجوميا كويس جدا. غير كده وولفز ماتشاتها الجايه حلوه، فممكن وارد جدا ان هم يطلعوا بكلين شيت. خصوصا ان الفرقه بقى يعني بعد الثمان 9 جولات دول هم ما كسبوش تقريبا ولا ماتش. فلا الفرقه لازم يكون عندها رد قوي بقى من اول الجولات الجايه دي لحد مثلا نقول 6 7 جولات جايه. يعني ماتشاتهم هتبقى كويسه، فايت نوري برده من الخيارات الممتازه جدا جدا. جافارديول لو انت عايز تجيبه تمام، هو بيزيد كويس وحل كويس وبيعرف يتصرف يجيب جون يعمل الكلام ده. هو لاعب كوره كويس، فهو بيعرف يحط نفسه في مواقف ان هو يجيب جون. غير كده ان هو بيشوط كويس جدا. بس السيتي من السنه اللي فاتت دفاعيا مش كويسين، زود بقى على كده ان رودري غايب. فبرضه حط في دماغك ان انت ممكن تجيب لاعب ب6 مليون. هو مدافع في الاول والاخر، مش هيجيب اجوان كل جوله. غير كده دفاعيا مش هيطلعوا كلين شيت كل جوله. ده كده كان لعيبه الدفاع. لعيبه خط الوسط بقى خلينا نتكلم الاول عن اللعيبه الكبيره. اللعيبه الكبيره دول بالمر، ساكا، صلاح، سون، فودن. ال5 لعيبه الكبار دول بالنسبه لي اقلهم فودن.
فودن منظومة السيتي هجوميا مش افضل حاجة، الفرقة لسه خسرانة امبارح ماتش قصاد توتنهام في الكاس، ففودن بالنسبة لي مش اولوية في الخمسة دول. لو انت هتروح تجيب حد منهم، لو عندك واحد او اتنين وبتفكر في التالت، لا ما تجيبش فودن اول واحد خالص. اللي بعده برضه على طول سون بالنسبة لي برضه مش الاولوية خالص. ممكن يتكفر بجونسون، ممكن يتكفر بسولانكي، انما غير كده خلي فودن اخر خيار. سون اللي بعده على طول. التالت بالنسبة لي ساكا. ساكا شكله الفترات الجايه هيلعب على اصابه، ان هو بيلعب على اصابه وده مش هيكون افضل خيار. فساكا لو بيلعب على اصابه دايما هيكون في خطر ان هو يطلع، ان هو ما يكملش ال 90 دقيقه، يتصاب اصلا بدري، كل الكلام ده. فساكا برضو لو ما عندكش، لو بتفكر في حد من الاربعه، بالمر ساكا سون فودن، وبالنسبه لي اول واحد يبقى بالمر. وده اللي هيودينا للنقطه اللي بعد كده، ان تاني واحد بالنسبه لي بالمر. بالمر عنده استمرارية كويسة قوي، كل جولة تقريبا بيسجل أو بيصنع، في ممكن جولة ينفجر فيها، ودي الحاجة اللي مش عندي سكن. ان هو بالمر قادر ان هو في جولة ينفجر، وفي نفس الوقت هو مكمل في الجولات اللي بعدها. فبالمر بالنسبة لي لو معاك صلاح ومعاك هالاند وعايز تجيب حد من الباقي دول، بالنسبة لي بالمر هو أول خيار. وأول واحد طبعا بالنسبة لي صلاح، اللي أثبت من أول الموسم إن لو هتروح تجيب حد من ليفربول ما تجيبش إلا صلاح. ناس كتير وانا منهم جينا في وقت من الموسم كنا بنحاول نكفر صلاح بارنولد ودياز، شفنا دياز مع جاكبو سيء جدا، الاثنين سيء ان هم يعني في الروتيشن، ان انت مش عارف مين هيلعب، مش سايق في الملعب. فشوفنا الاثنين دول الموضوع سيء جدا جدا، ان انت مش عارف مين اللي هيلعب اصلا. لو حد فيهم بدأ هو هيطلع في الدقيقه 60 65 للتاني. ارنولد نفس الكلام، مش مكفي سعره خالص. فالصلاح الرجل الاول في ليفربول، لو عايز تجيب حد من ليفربول هو صلاح. صلاح بالنسبة لي هو أولوية عن كل دول. صلاح بيلعب الماتشات الكبيرة كويس جدا، صلاح معاه ضربات الجزاء، صلاح قادر ان هو يصنع لو مش هيسجل. فصلاح بالنسبة لي هو أول لاعب، بعديه بالمر ساكا سون وفودن. فده كده كان ترتيب لعيبة الوسط الكبيرة. نخش بقى على مبيوم. مبيومو يا جماعه من اول الموسم فورمه، روح هات مبيومو لو مش عندك، ما تعاندش في الفانتازي. انت شايف لاعب بيتالق ما تقعدش تقول لا خلاص ما فتره وهيقل خلاص مش هيسجل تاني مش عارف ايه، لما ما يسجلش هنبقى نبيعه، انما دلوقتي استغله. جايب جونين الماتش اللي فات، جايب جون الماتش اللي قبل اللي فات، فهو من اول الدوري عنده استمراريه كويسه. فمبيومو مهم جدا ان هو لو مش عندك جيبه، عشان حتى ما ينزلكش في الترتيب، لانه عمال نسبه امتلاكه عماله بتزيد. تاني حاجه عايز اتكلم عليها هي توتنهام. جونسون لو عندك لسه حاول تتقل عليه لو انت مش مزنوق في التبديل. معنى ايه لو مش مزنوق في التبديل؟ يعني انت عايز تروح تجيب بالمر دلوقتي، معاك الفلوس ومعاك تبديله واحده وعايز تجيبه بدل جونسون، خلاص روح. غير كده عندك مثلا بالمر، عندك صلاح، عندك اللعيبه الكويسه، عندك امبيومو، لا سيب جونسون. توتنهام زي ما قلنا كسبانين امبارح مانشستر سيتي، فالمفروض ان هم هيبتدوا يمسكوا فورمه، المفروض ان ده هيبقى دافع كويس ليهم. فلو معاك جونسون سيبه برده، حتى لو ما جابش الجولتين اللي فاتوا ناخد منه اي حاجه بعد كده نبيعه، عشان ما نروحش نبيعه تلاقيه جاب، فدي بتضايق اكتر. دياز لو عندك روح بيعه، خلاص دياز عندك روح بيعه، ما تستناش. مع ان الماتش الجاي قصاد برايتون بيلعبوا دفاع متقدم وبتاع، ممكن يبقى دياز حل، بس انت اصلا مش ضامن مشاركته اساسا، وخصوصا بعد ما جاب جونين في ماتش الكاس وطلع في الدقيقه 75، دياز كمل ال 90 دقيقه. فدياز ممكن يبان ان ماتشه الجاي حلو جدا، بس انت اصلا مش ضامن مشاركته اساسا، دي المشكله بالنسبه لي. فدياز عندك روح بيعه خلاص. نخش بقى على الهجوم، والهجوم هنا اول حد هنتكلم عليه سولانكي عكس جونسون. لو سولانكي عندك بيعه. طب انا ليه قلت جونسون استنى عليه سولانكي بيعه؟ لان سولانكي فيه خيارات مكانه احسن بكتير وهنقولها دلوقتي. انما جونسون لعيبه الوسط السنه دي حاسس انها قليله، مش اقوى حاجه، فجونسون ممكن تتقل عليه، انما سولانكي فيه لعيبه تانية تروح لها. اللعيبه التانية اللي زي مين؟ فاكرين يا جماعه الحلقه اللي فاتت لما قلت اللعيبه الرخيصه روح هاتها؟ روح هاتها خلاص، ما تقعدش تقول لا ده جوله ومش هيعملوا هيقعوا وبتاع، روح هاتهم. وود، ويلباك، كونيا ماتشاته الجايه كويسه جدا جدا جدا. ونفس الكلام اللي قلناه على ايه نوري، لا روح هات كونيا او لارسن. الميزانيه بتاعتك هتجيبه، روح هاته. فنفس الكلام برضو هنقوله الحلقه دي، روح هات اللعيبه اللي سعرها رخيص دي، روح هاتها وما تخافش وما تقولش لا ده سعرها رخيص، ده هم جوله ولا اتنين مش هيجيبوا تاني، لا عمالين بيجيبوا واحنا عمالين النقط دي بتفوتنا. فروح هات اللعيبه دي، ما تستناش. عندك سولانكي بدله بود، بدله كونيا، بدله بويلباك، وما تقولش ماتشاتهم الجايه صعبه، اللعيبه دي فورمه وفرقهم بتجيب، فروح هات ما تستناش. فسولانكي بيعوا الناس اللي تجيبها في الهجوم، بود وويلباك وكونيا لعيبه مهمه جدا، وخصوصا كونيا اللي ماتشاته الجايه وجدوله هيبقى حلو جدا جدا جدا.
دي كده كانت الخيارات اللي نبيعها ونجيبها في الوسط والدفاع والهجوم. طيب انا بقى ممكن اعمل ايه الجوله دي؟ انا الجوله دي بالنسبه لي هي جوله مجنونه بالنسبه لي انا، وهي قرار يعني عايز اريح بيه نفسي مش اكتر. القرار ده عباره عن ايه؟ ان انا ابيع هالاند. انا ما كنتش بهزر في في اول الحلقه. هالاند غالبا مش هيخش تشكيلتي تاني. اروح اجيب صلاح وبالمر وكونيا. الثلاثه دول هجيبهم وهبيع هالاند بنسبه كبيره بماينس 8. يعني انا متقبل جدا القرار ده، ومتقبل ان هالاند لو عمل حاجه خلاص اعمل حاجه بعيد عني. انا عندي فودن يكفر لي حته السيتي، عندي ريكو لويس، فالاثنين دول عندي من السيتي مريحيني شويه. مع يعني هيبقى معايا فودن بالمر صلاح وقدام جاكسون وهافرتس وكونيا. فانا بالنسبه لي الخيارات دي بالنسبه لي يعني كويسه جدا، متقبل اي اضرار هتيجي منه. فدي غالبا الحاجات اللي انا هعملها. طيب نخش بقى على الكابتنه. الاستاذ ده طبعا هيلاعب بورنموث. فبورنموث فرقه قويه على ملعبها، بس على ملعبها ممكن يزيدوا شويه ويهاجموا، فهو ممكن يستغل المساحات. اللاعب اللي بعد كده صلاح اللي عنده برايتون هوم. وبالمناسبه يا جماعه برايتون خط دفاع متقدم بطريقه مرعبه. فصلاح لو برايتون لعبوا بنفس الشكل ده على انفيلد، لا، صلاح هياكل على قفاهم عيش. وبالمناسبه كمان دي لعشاق الريسك، برايتون بتسيب مساحات. لو لعبوا بنفس الشكل ده نونيز هياكل على قفاهم عيش. فنونيز برضو للناس اللي بتحب الريسك ممكن تجرب كده وتروح لنونيز في ماتش زي ده قدام برايتون. طيب مين تاني في الكابتنه؟ بالمر برضو من خيارات الكابتنه الكويسه الجوله دي. وعموما بقى بالمر دخل خلاص فئه صلاح وهالاند، اللي هو كل جوله عادي يتكابتن. خيار بقى ديفرنشال للناس اللي بتحب الكابتنه والناس اللي بتحب الكابتن اخر حد في الجوله عموما. بيومو قصاد فولهام اخر ماتش يوم الاثنين الساعه 10. كابتن بيومو كده تقعد في السهره وانت بتتفرج عليه مكابتنه رايق. لو عمل حاجه كمان هتبقى انت الادرينالين في السماء. فبرضه من خيارات الكابتنه اللي عايز اقولها بيومو. كده خلصنا الحلقه. عايز اتكلم بقى على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بعد اقاله تين هاج اول ماتش لعبوه كان امبارح في الكاس قصاد ليستر، كسبوه 5. فمانشستر يونايتد عايزين بس نشوفها كده هتعمل ايه قصاد تشيلسي، عشان لو لقيناها بتقول من الجولات الجايه لا نروح بقى عليهم. خلاص الفرقه اقاله تين هاج، الفرقه هتبقى بتلعب بروح جديده، مدرب جديد، عايزين يثبتوا نفسهم وبتاع. فممكن نفكر جديا في لعيبه مانشستر يونايتد من الجوله الجايه. وبس كده، دي كانت حلقة النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اتكلمنا فيها عن الناس اللي نحاول نجيبها ونبيعها في الدفاع والوسط والهجوم. اتكلمنا عن الكابتنة، اتكلمنا عن مانشستر يونايتد. فما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، وتتفرجوش وتجروا. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجاية. سلام.